حد يعرف مين هو الشخص اللي حبل عشماوي ما قدرش عليه؟ حبل عشماوي بنفسه؟ يا سيدي، تعالى بقى اما اقول لك هو مين. سمير صادق، مدرب كمال اجسام، وكان عنده صالة جيم كبيرة، وكان دايما بيسوق لشغله على جميع المنصات وفي النوادي ان هو عنده الهرمون السحري اللي اول ما هتاخده هتبقى بطل الابطال. بمعنى اصح، هتاخد الهرمون النهارده تاني يوم هتبقى البيج رامي في نفسك. واستغل فورمته وشكل جسمه في ان هو يسوق للهرمون بطريقة ذكية، وللاسف الناس وثقت فيه وصدقته، وبدأ الشباب ان هم يروحوا ياخدوا الهرمون اللي هو بيقول عليه. والهرمون ده هو كان السبب في اعدامه، لان في شوية شباب شكوا في الهرمون اللي بياخدوه وقرروا ان هم يعملوا تحليل، واتفاجئوا ان الهرمون اللي كانوا بياخدوه عبارة عن هيروين، وهو كان بيديلهم الهيروين ده عشان يدمنوا الهرمون ويفضلوا يتدربوا معاه على طول. لكنه فورا اتقبض عليه على طول واتحكم عليه بالاعدام، ولانه طبعا كان كتلة عضلية كبيرة. عشماوي بص عليه من ورا الباب وقال الشخص ده صعب الكلبشات ولا الحبل يأثروا فيه. عشماوي بذات نفسه كان محتار هيعدم الشخص ده ازاي، ودخل سمير على طبلية الاعدام عشان الحكم يتنفذ فيه. واول ما عشماوي فتح طبلية الاعدام، سمير سقط على طول بالحبل، ولان عضلات رقبته كانت بارزة فكانت بتقاوم الحبل، فاضطر عشماوي ينزل تحت ويتشعبط في رجله وينزل لحد ما يتخنق. وده كان اول موقف غريب يعدي على عشماوي. بس كده يا سيدي، ودي كانت قصة عشماوي. بس كده، واخرا انا احمد شكر، وحكايتي دايما في انتظار.